رمضان كريم علينا وعليكم. وبأول حلقة أذكركم مسابقة وردة رمضان بمجرد مشاركتكم بموضوع اليوم بنهاية الفيديو. بأول يوم رمضان حبيت أشارككم سفرتنا الرمضانية باليوم الأول. هنا أنا جهزت الطبق الرئيسي برياني ماليزي. أول شي أحمس البصل بس يذبل ويتغير لونه، ضفت ثوم مقطع ناعم أو مهروس وتقليبة سريعة، وبعدين ضفت البهارات والتمر الهندي والخيار مقطع شرائح وشوية لبن بس حتى يخفف حدة البهارات. أقلبها مع بعض وبعدين أضيف الماء وأقلبها حتى تتجانس وأتركها على نار متوسطة تقريبا 10 دقائق. وبعدها أضيفه بكاسة على جنب. وأثناء تحضير الصوص أكون أنا أحضر التمن بطريقة التصباغ على نار عالية، مي وتمن وملح، وبعد ما يغلي أهدي النار أتركه على نار هادئة لمدة 10 دقائق تقريبا بس شبه يستوي، وبعدين أصفيه. وبعدين بنفس الجدر أضيف نص مقدار التمن وأضيف عليه الصلصة اللي جهزناها قبل شوية، وبعدين أضيف النص الثاني من التمن. وأتركه على نار هادئة تقريبا 10 دقائق بس قبل التقديم شوية يتهدر. وقبل التقديم بس تحريكة بسيطة أقلبه مع بعض، ما أقلبه هواية بس شوية بحيث يكون ميكس بيتمن أبيض وبيتمن اللي بيه الصلصة. وهذا طبقنا الرئيسي صار جاهز. وهنا بديت أحضر الشوندر أو الشمندر أو البنجر أو شنو أنتم تسموه ببلدكم بطريقة كلش صحية بحيث ما يفقد قيمته الغذائية بالمي عن بطريقة السلق. أنا جهزته بالقلاية الهوائية. أول شي طبعا أخذ الشوندر أغسله كلش زين وأقطعه. أنا قطعت بعض الحبات بس حتى يكون حجمها متساوي، وأخليه بورق الزبدة، أغلفه بورق الزبدة وبعدين بورق الألمنيوم. ليش غلفته بورق الزبدة وبعدين بورق الألمنيوم؟ لأنه إذا غلفته بورق الألمنيوم وحدة راح يكون به أضرار، فأنا أغلفه بورق الزبدة بعدين بورق الألمنيوم.
وأدخل القلاية الهوائية على درجة حرارة من 180 إلى 200 لمدة ساعة ونص. وطبعا الوقت حسب المقدار اللي انتوا تجهزوا، إذا كمية بسيطة ساعة كلش كافية، وإذا كمية هواية ممكن ساعة ونص أو ممكن حتى ساعتين حسب المقدار اللي قاعدين تحضروه. وبعدها أطلع من القلاية وأتركه شوية بس يبرد، وأبدي بتقشيره. راح يكون التقشير عملية جدا سهلة بكل سهولة، رأسا القشر راح ينشال. وبعد ما جهز وقشرت كل الشوندر اللي عندي، أقدر أحتفظ بيه بهالشكل وأقدر أقطعه بالشكل اللي تحبوه. بهالطريقة حافظت على القيمة الغذائية بداخل الشوندر وما فقدتها بالماء طريقة السلق. وأقدر أقدمه بكذا طريقة، ممكن أقدمه بصحن، ممكن أضيف عليه عصرة ليمونة، وممكن أزينه بأي طريقة، وممكن أضيفه بالسلطات. وهنا همين جهزت عصير البلنجو اللي احنا من عاداتنا العراقية معروفين بعصير البلنجو، من العصائر اللي ما تخلى عن سفرتنا. هنا أنا كوب مي، ضفت عليه ملعقتين من بذور الشيا، خليتها 5 دقايق أو 10 دقايق، وبعدين بس أقلبه شوية حتى لا تتكتل عندي الحبيبات. وبعدين هنا بدولشة أضيف نص كوب سكر، والسكر حسب الرغبة، تقدرون الزيتون أو تقللون، وملعقتين مي ورد، وضفت كوب مي. قلبت السكر حتى يذوب بالمي، وبعدين ضفت عليه بذور الشيا اللي جهزتها قبل شوية، وبعدين أضيف عليه 3 أكواب من المي. يعني لكل ملعقتين من بذور الشيا المجموع 4 أكواب من المي، وملعقتين مي ورد، ونص كوب سكر. وانتوا تتحكمون بالمقادير حسب رغبتكم. بعدين أتركه بالثلاجة لمدة على الأقل 4 ساعات، أو نحضره قبل بيوم حتى ياخذ نكهة أطيب. وهسه هنا أحضر الشوربة اللي أيضا ماكو سفرة عراقية برمضان ما نحضر بيها شوربة العدس، وكل واحد وطريقته بشوربة العدس. أنا هنا على مود أختصر الوقت حطيت ملعقة زبدة، وأضيف بصل مقطع ناعم، وأقلبه لحد ما يذبل ويتغير لونه. وبعدين أضيف عليه ثوم مقطع ناعم أو مهروس، وحبة ماجي، وكركم، وأقلبه بس دقيقة واحدة أو أقل بس تطلع ريحة الكركم. يعني ها هي. أضيف عليه العدس المغسول بدون ما أنقعه، بس مجرد أغسله أثناء ما أحضر البصل. بس أقلبه شوية، مو أحمسه، بس مجرد تقليب. بعدين أضيف عليه مي وأقلبه وأخليه على نار عالية حتى يطلع أبيض اللي هو الغازات. هذا كله أشيله لأنه راح يأثر على الطعم، وأيضا أو حتى ما يصير عندنا نفخة. بعدين أتركه على نار متوسطة لحد ما شوية ينشف.
راح يكون العدس مطبوخ. بعدين هنا هاي الخطوة اختيارية، أنا أحب أضربه بالهاند بلندر أو الخلاط اليدوي هو بالجدر، وأخلطه زين وأضيف عليه مي للكمية المطلوبة، وأخلطه زين وأتركه على نار هادئة تقريبا 10 دقايق ربع ساعة. وهنا نحضر السلطة. أنا أحب بين فترة وفترة أغير بس بطريقة تقطيع السلطة، راح يصير في التغيير جدا بسيط. ضفت هنا خس ملفوف أو اللهانة وشوية بقدونس وخيار، وزيتون وفاصوليا حمراء مسلوقة طبعا. وهنا أني التتبيلة غالبا أحب أجهزها قبل بوقت، وبهاي التتبيلة استخدمت عصير ليمون وزيت زيتون وخل وملح وزعتر شوية من بذور الشيا. وهنا أحضر اللبن وخيار أو الجاجيك. بين فترة وفترة أحب أضيف ثوم لللبن وخيار يعطي نكهة كلش طيبة، بس أهرس الثوم قدر الإمكان ناعم، وأضيف عليه الخيار أيضا ممكن نبرشه وممكن نقطعه، أنا أحيانا أحب أقطعه للتغيير وغالبا أبرشه. وأضيف عليه النعناع مجفف، هذا النعناع أنا أجففه بالبيت. وممكن نضيف شوية ملح حسب الرغبة، وبعدين نضيف الروب أو اللبن ونقلبه مع بعض. وهسه بين ما نحضر صحن الفواكه تعالوا نحكي عن موضوع حلقة اليوم، وهي العادات الرمضانية بكل بلد. لكل دولة إلها عاداتها وتقاليدها اللي تميزها عن الدول الثانية، واستمعت عن بعض العادات الغريبة خليني أشاركها وياكم. أنه باليمن بكل رمضان يبدون بطلاءة المنازل يصبغون بيتهم. وبالصين عندهم عادة الفطور بعد الصلاة، ويفطرون على تمرة مع شاي محلى. وأيضا من العادات الغريبة بتايلاند أنه الزوجات يطبخون الطعام ويقدموه لأي شخص آخر، وممنوع يقدموه للأزواج. وأيضا بموريتانيا الرجال يحلقون شعر رأسهم. وبأوغندا الزوج يضرب زوجته على رأسها وهي برضعتها تقوم تحضر الفطور. وأنتوا شاركوني شنو أغرب عادة سمعتوا عنها. وآخر شي قبل الأذان أثناء تحضير السفرة نبدي نقلي المقالي اللي هي الكبة والسمبوسة والبورق والبوتيتا وشنو أنتوا تحبون، وكل هاي الوصفات راح تلقوها موجودة بقناتي. وهسه موضوع حلقتنا اليوم عاداتنا وتقاليدنا المختلفة بكل بلد. وإحنا بالعراق من عاداتنا اللي نتميز بيها المسحرشة، اللي يطلع وقت السحور ويقعد النايمين ويدق الطبل ويصيح سحور سحور. وأيضا من عاداتنا تنوع السفرة وأنه نطبخ أكثر من طبق واحد. ومن الأطباق اللي ما تخلى بيها سفرتنا هي شوربة العدس، ولازم طبق رئيسي مثل الدولمة والبرياني وغيره. وأيضا عصاير اللي هي عصير الزبيب وعصير الرمان والبلنجو. وبعدين أهم شي الشاي بعد الفطور مباشرة مع الحلويات مثل حلاوة الشوكولاتية أو المحلبي أو حلاوة الشعرية. وأكيد من عاداتنا لعبة المحابس بعد الفطور، وهي أنه نضم المحبس بأحد الإيدينات، واحد من الإيدينات، ولازم الخصم يحزر وين مكان المحبس بأي إيد.
أذكركم بمسابقتنا، بكومنت واحد تشاركون بموضوع الحلقة ممكن تكونون من الرابحين ويانا. تفاصيل المسابقة كلها موجودة بصندوق الوصف. كل اللي عليكم تكتبون كومنت واحد تعرفونه عن عاداتكم برمضان.